شيء عن الإجهاض في الثلث الأول من الحمل. الآن معظم حالات الإجهاض في الثلث الأول من الحمل، حوالي 80 إلى 90% منها، تكون بسبب عيوب داخلية أو عيوب كروموسومية في الجنين. هذا شيء لا يمكننا حقا منعه، لذا النساء اللواتي يشعرن بالضيق بشأن ذلك ويتساءلن عما إذا كان هناك أشياء كان بإمكانهن فعلها أو عدم فعلها، أو إذا كان هناك أدوية كان بإمكانهن تناولها لمنع الإجهاض في الثلث الأول من الحمل. هو شيء يجب على النساء التغلب عليه، لذلك ليس ذنبهن أن الإجهاض في الثلث الأول من الحمل قد حدث. شيء ربما أكلنا شيئاً، أو ربما سافرنا لغرض معين، أو عملنا بجد. هذا ليس السبب الروتيني للإجهاض. 80 إلى 90% منها بسبب عيوب داخلية في الجنين، والتي لا يمكن حقا منعها. بالطبع هناك أسباب معينة للإجهاض يمكن اكتشافها ويمكن منعها، يجب تقييم ذلك واكتشافه. لذلك عندما يحدث إجهاض لا تلوم نفسك أو مقدم الرعاية الخاصة بك على ذلك،